ليه بحاول طول الوقت وأنا في العلاقة أسيطر عليها سواء كنت راجل أو ست؟ ليه طول الوقت قلقان من فكرة هو إيه اللي بيحصل؟ اتأخر ليه؟ ما بيردش ليه؟ بقاله قد إيه على الواتساب ومش بيرد؟ بقالها قد إيه خلصت شغل وما كلمتنيش؟ طول الوقت عايز كل حاجة معايا، كل التفاصيل معايا، طول الوقت بفكر وبحلل وبراقب وبلاحظ. فالسيطرة هنا مش بس فكرة اوردرز أو أوامر أو كن فيكون، السيطرة كمان في فكرة إن أنا طول الوقت عايز أكنترول الأحداث في حياتي، عايز أكنترول العلاقة بتفاصيلها كلها تبقى معايا وفي جيبي، عايز أكنترول شريك حياتي وتفاصيله وخصوصياته. وهو ده اللي احنا بنقول عليه، هو احنا بنسيطر على بعض ليه؟ الحقيقي إن احنا بنسيطر على بعض عشان مفتقدين الأمان، بندور على الأمان مش على السيطرة. السيطرة اللي بجد هي جاي وراها خوف من فقد، جاي وراها خوف من هجر. ونرجع تاني لحدوتة هو ايه اللي حصل واحنا صغيرين. أب سافر فجأة، ماما توفت فجأة، أب يظهر يختفي. العلاقة برضو بين ماما وبابا شوية فيها انفصال وشوية فيها استقرار، فده بيخليني بعد كده أقول أنا عايزة أضمن العلاقة دي، ولما أضمنها هسيطر عليها، ولما أسيطر عليها ساعتها بس لا هيبقى فيه هجر مفاجئ أو بعد مفاجئ. فطول الوقت بسيطر على العلاقة عشان أحس إن أنا آمن، فلما أحس إن أنا آمن مش هحس إن أنا مهدد، ولما ما أحسش إن أنا مهدد ساعتها بس أحس إن أنا في علاقة متعارف عليها زي أي علاقة حواليا، فأتعود على شكل المشاكل، وأتعود على التحديات اللي فيها، وأتعود على الألم، وأنسى خالص أواجه فكرة هو أنا خايف من إيه. فبتطلع العلاقة وتتبني على خوف بدل ما تتبني على حب. فأول خطوة عشان أطلع من الدايرة دي هي إن أنا ابتدي أسأل نفسي هو أنا خايف من إيه بالظبط؟ هل أنا خايف أتساب؟ هل أنا خايف الحب يرجع يختفي زي زمان؟ فلما أبطل سيطرة وأتعلم إن أنا محتاجة أمان، ساعتها بس هعرف أحس بالعلاقة والحب اللي في العلاقة من تاني، وساعتها بس هتبتدي تقل المعركة اللي بتدور دايما بين الراجل والست جوا كل بيت. أشوفكم على خير في سلسلة العلاقات الصحية في الفيديوهات الجاية إن شاء الله.